قبل ما ابدأ الفيلم، لو أول مرة تشوفني انزل ارزع اللايك والاشتراك علشان تنضم لينا ويوصلك كل فيديو جديد. ويلا بينا ندخل على الفيلم اللي بيبدأ ببنت اسمها داني بتشتغل في شركة متخصصة في مجال التصوير والفوتوشوب، وبتكون هنا في المكتب مع المديرة بتاعتها اللي بتبلغها ان هي شافت المقالة بتاعتها وشايفة ان هو وحش جدا. ولما تسألها داني عن السبب فبتقول لها المديرة بانها محررة صور مش كاتبة، وبتقول لها بقى تركز على مجالها احسن وتسيبها من الكتابة خالص. بعدها داني بتخرج من المكتب وبتقابل زميلها في الشغل واللي بيتجنبوها وبيبعدوا عنها دايما. وهي هنا بتشوف كل زميلها اليوتيوبر المشهور وهي بتبقى معجبة بيه جدا لكنه مش حاسس بيها خالص، فبتضايق ساعتها وبتروح على مكتبها. وساعتها بتقابل زميلها كيلفن وبيكون ده الشخص الوحيد اللي بيحاول يقرب منها، ولكن للأسف هي بقى اللي مش حاسة بيه. المهم داني وهي في طريقها للبيت بتتفرج على الفيديوهات اللي بتساعدها ان هي تبقى كاتبة شاطرة، لأن دي بقى واحدة من أمنياتها اللي بتتمناها. وبعد شوية بتشوف زميلها كول وهو نازل من العربية، فبتروح تتكلم معاه يمكن تلفت انتباهه ويعجب بيها، لكنه أصلا بيفتكرها من فانزاته. فبتحس ساعتها بإحباط لأنه ما بيكونش عارف إن هي معاه في الشركة أصلا، بس هي بتعرفه بقى إن هي تبقى زميلته في الشغل، وبتكدب عليه كمان وبتقوله إن هي شغالة كاتبة. ولما بتلاقيه برضه مش مديها ريق حلو فبتحاول انها تلفت انتباهه بحاجة اكتر، فبتقوله ان هي حابة تطور من نفسها وهتسافر لباريس علشان تحضر حفلة خاصة بالكتابة. وساعتها هي فعلا بتنجح ان هي تخلي كول يركز معاها. وبعد ما اتكلموا شوية بترجع لبيتها وبتفكر ازاي هتتصرف في الكتبة اللي كتبتها دي. وبعدها بنشوفها وهي بتحاول تعرف اسعار تذاكر الطيران لباريس، ولما بتشوف الاسعار بتتصدم جدا منها، بس هي بتجيلها فكرة وهي انها تستغل شطارتها في الفوتوشوب. فقررت ان هي تتصور وتغير خلفيات لاماكن في باريس علشان الناس تصدق ان هي فعلا سافرت هناك. وبعدها بتتصل باهلها ومديرتها في الشغل وبتقولهم ان هي رايحة حفلة مهمة جدا في باريس. وبعد كده بنشوفها وهي بتنزل صور ليها لحد ما الناس فعلا بدأت تصدق ان هي في باريس. وبعد شوية بيجيلها اشعار على الانستجرام بتاعها وبتعرف ان هي خطتها كده نجحت، وده لان كول بدأ انه يتابعها، فبتبقى فرحانة جدا لانها قدرت تلفت انتباهه اخيرا. ولكن تاني يوم بتصحى داني على كمية رسائل كبيرة جدا من اصحابها علشان يطمنوا عليها بعد ما عرفوا ان في مجموعة ارهابية عملت انفجار خطير في نفس المكان اللي هي المفروض تبقى فيه. فبترد على امها وبتعرفها ان هي كويسه وبخير. وبعدها بتشوف رسائل كمان من كل اللي بيبقى عايز هو كمان يطمن عليها، فبترد عليه وبتقول ان هي كويسه. وبعدها بتنزل ستوري وبتقول ان هي قدرت تنجو من الانفجار ده بمعجزه، وان هي خلاص مش عايزه حد يقلق عليها تاني. وبعد كام يوم بنشوفها في المطار وبتتحرك مع الناس اللي جايه من باريس علشان تمثل ان هي كانت هناك. فبيستقبلها اهلها هنا في المطار وابوها بيحضنها وهو بيعيط. بعدها بيروحوا البيت وبيفضل والدها حزين لأنه كان مفتقدها جدا. وأمها لما تتكلم معاها بتسألها لو كانت شافت الانفجار ده عن قرب، فبتقولها داني إن هي شافته ومتأثرة جدا من اللي حصل. وساعتها والدتها ووالدها كمان بيتأثروا معاها وبيحاولوا بقى يهونوا عليها شوية. ومن الوقت ده بقى عزيز المعاملة بتختلف وبيزيد اهتمامهم بيها جدا. وساعتها والدها بيديها مبلغ كبير وبيقولها تشتري لنفسها أي حاجة. وبعدها أمها بتدخل عليها الأوضة علشان تطمن عليها، وساعتها بتقولها ان هي بتحبها جدا وبتعرفها كمان ان هي فخوره بيها. وتاني يوم بترجع الشغل بكل نشاط وحيويه وبتقدر فعلا تخطف انظار كل الموجودين. بعدها المديره بتوقفها وبتقولها انها ما تضغطش على نفسها في الشغل، ولو حابه ان هي تاخد اجازه او تمشي بدري هي تقدر تعمل كده في اي وقت ومش هيكون في اي مشاكل خالص. وبتقولها كمان قدام كل زميلها ان هي شخصيه قويه جدا وكلهم بيسقفوا لها بعدها. طبعا بيبان هنا ان داني مبسوطه جدا لانها لقت الاهتمام اللي هي كانت عايزاه، فبتطلب من المديره ان هي تسمح لها انها تكتب مقال عن تجربتها في السفر والحادثه اللي شافتها. فبتوافق المديره طبعا وبتقول لها ان الشركه كمان هتنشرها على كل المنصات. بعدها بنشوفها وهي قاعده مع زمايلها وبتحكي لهم عن اليوم اللي حصل فيه الانفجار، وبتقول لهم بقى انه كان يوم جميل جدا. طبعا يا عزيز لانها ما كانتش هناك اصلا. المهم بتكمل كذب وبتقول لهم لحد ما ظهر راجل غريب لابس جاكيت واسع، وبتقول لهم بقى ان هي ساعتها حست احساس غريب جدا وان هي كانت لازم تمشي من المكان ده بسرعه، وان هي فعلا اول ما مشيت من هنا الانفجار حصل من هنا. وبتقول لهم ان الراجل ده اكيد هو المسؤول عن الانفجار. وبعد شويه بيجي كول يطلب من داني يتكلم معاها، فبتروح له طبعا وبتقول ان هي مبسوطه ان هي لسه عايشه وما حصلهاش حاجه في الانفجار. وهنا بقى بيبقى واضح نظرات الاعجاب المتبادله ما بينهم. فبتروح داني ساعتها وهي مبسوطه جدا لان هي قدرت تلفت انتباه كول. ولما تركب المترو وتفتح تليفونها علشان تشوف عدد المتابعين اللي عندها ساعتها بتتفاجئ ان متابعينها زادوا جدا، فبتبقى مبسوطه طبعا ان هي بقت مشهوره. لكنها ساعتها بتشوف راجل لابس جاكيت واسع، فبتخاف طبعا لحسن الكدبه اللي كدبتها تبقى حقيقه. المهم هي لما بتوصل البيت بتعمل بحث عن الناجين من
الانفجار، وبتروح بعدها المجموعة من الناجين علشان تعرف تفاصيل الحادثة. ولما بتقعد معاهم بتسمع كلام المجموعة عن اليوم ده، وبتقول لهم داني بقى إن هي مش هتقدر تحكي قصتها علشان هي لسه متأثرة بالحادثة. وهنا بتتعرف على روال بعد ما عرفت إن هي شخصية مشهورة، وبعدها بتطلب منها رقمها أو الانستجرام بتاعها علشان يبقوا صحاب. وبعد كده داني لما ترجع لبيتها بتعمل بحث عن روال، وبتعرف إن هي ناشطة في منظمة السلامة من الأسلحة. ولما تسمع خطاب ليها بتعرف إن هي كمان شاعرة ومؤثرة اجتماعية. وتاني يوم داني بتقابل روال وبتطلب داني المساعدة منها بخصوص المقالة اللي هتكتبها، فبتوافق وبيروحوا بعدها المكان اسمه ساحة الغضب. وبتقول لها روال بقى إن المكان ده بيساعدها إنها تطلع الطاقة السلبية اللي جواها، وبيفضلوا بعدها يكسروا كل حاجة قدامهم في الساحة علشان يخرجوا الطاقة السلبية دي. بعدها بنشوف داني وهي راجعة البيت علشان تكتب المقالة بمساعدة الكلمات بتاعت روال، وهي فعلا ساعتها بتقدر تألف قصة حزينة جدا وبيتم نشرها على منصة الشركة. وزميلها بقى في الشغل ومديرتها لما بيقروها بيتأثروا جدا بالقصة دي. وكمان روال بتعجبها المقالة جدا وقررت إنها تشيرها على حسابها الشخصي علشان تساعد داني إنها تبقى مشهورة. تاني يوم لما يجي بتروح داني لمجموعة الناجين، فبتقول لهم داني إن هي مبسوطة جدا إن هي نجت من الانفجار وارتاحت نفسيا لما خلت الناس كلها تعرف قصتها. روال هنا بتقول لها إنها تخلي بالها لأن الشهرة ليها ضريبة وإن الناس ممكن تقلب عليها في ثانية وساعتها هتبقى مكروهة جدا. لكن داني بترد عليها وبتقول لها إن هي عدت بأيام أسوأ من كده بكتير، وبعدها بيخرجوا يتمشوا مع بعض. ساعتها داني بتقول لروال إن هي السبب الرئيسي في انتشار المقالة. بعدها بنشوفها إن روال بتحذرها تاني وبتقولها تخلي بالها، وده لأن أوقات الإنترنت بيحول الضحايا لمجرمين. بعدها بنشوف إن مدير داني في الشغل اللي عاملة احتفال ليها مع زميلها بمناسبة نجاح المقالة، وشوية بيظهر كول وبيقولها إن هي محظوظة بدعم روال ليها لأن هي السبب الرئيسي في انتشار المقالة بتاعتها. وبعدها بيطلب منها إنها تيجي تحضر معاه حفلة نهاية الأسبوع، فبتوافق داني وبعد كده بيطلب منها رقم تليفونها وبيقولها إنه هيبعت لها التفاصيل عليه. ولما يجي ميعاد الحفلة بنشوف الكل هنا بيحاولوا يتصوروا معاها، وده لأن داني خلاص بقت مشهورة، وزي ما احنا عارفين إن الكل معجب بيها وبيقولها هنا بقى إن هم عايزين يقربوا لبعض أكتر. وفي نفس الوقت ده عزيزي بيظهر الشخص الإرهابي صاحب الجاكيت الواسع اللي ظهر ليها قبل كده، وهي ساعتها بتبقى خايفة جدا منه وبتمشي من الحفلة. وبعدها لما تحاول تتصل بكل مش بيرد عليها، ولما تعرف إن هو مع صاحبته بتتضايق جدا وبتروح بعدها. بعد كده بتقابل روال بعد ما بعتت لها عنوان المكان اللي هي فيه، وساعتها هم بيلعبوا مع بعض وبتبقى مبسوطة جدا بالوقت اللي بتقضيه معاها. وهم هنا بيتمشوا سوا وبتشكرها داني على الوقت ده، وبتقول لها بقى إن هم يتقابلوا الأسبوع الجاي. لكن روال بتعرف إن هي عندها تحضيرات لخطاب مهم ومحتاجة شوية وقت علشان تحضر له كويس، فبتعرض عليها داني إنها تساعدها في كتابة الخطاب ده، وبتحاول تقنعها بقى إن أفكارهم متشابهة ولو عملوا حاجة مع بعض هيكسروا الدنيا. ساعتها روال بتوافق على عرضها ده وبتحضنها قبل ما تمشي، وده لأنها خلاص معتبرة داني أختها. وتاني يوم بنشوف زميلة داني واللي اسمها هاربر وبتبقى داخلة مكتبها، وساعتها بتطلب منها تعدل لها المقالة بتاعتها علشان تنجح. فبتقولها داني إن هي مش هتقدر تشتغل عليها دلوقتي ولازم تمشي حالا علشان تلحق المسيرة مع روال. وهي خارجة من المكتب بتقابل كول وبيحاول يتكلم معاها وبيبقى عايز ياخد منها ميعاد علشان يقابلها، لكنها بترفض وبتقوله إن هي مشغولة، فبيستغرب من أسلوبها جدا ساعتها. وبعد ما تمشي بنشوف هاربر وهي داخلة مكتبها تاني وما بنعرفش هي عملت إيه جوه. وداني وروال هنا لما بيتقابلوا بيروحوا المسيرة وبيكونوا متحمسين جدا، خصوصا لما الناس بدأت تشجعهم وتهتف ليهم. وبعد كده بنشوف روال بتدي المايك لداني علشان تبدأ الخطاب، وهنا داني بتشوف الإرهابي فبتتوتر جدا وبتفقد تركيزها، وفجأة كده بيلاقوا ألعاب نارية بتترمي عليهم، فروال ساعتها بتخاف جدا وبتنهار، وبيضطر رجال الأمن بقى يشيلوها يودوها المستشفى. وبعدها لما تدخل داني تطمن عليها بتشوف إنها حزينة جدا بسبب هجوم الناس عليها على السوشيال ميديا، وبيقولوا عليها بقى إنها شخصية جبانة جدا وخافت من شوية ألعاب نارية. فبتحاول داني هنا تهديها وتفكرها بكلامها لما قالت لها إن الإنترنت ممكن يحول الضحايا الأشرار. فبتستغرب روال جدا من داني لأن هي ما تأثرتش رغم إن هي مرت بحادث انفجار. وتاني يوم هاربر بتروح لبيت داني وبتقول إن هما لازم يتكلموا بخصوص موضوع باريس، وساعتها بتعرفها إن هي عرفت كل حاجة وإن هي ما سافرتش أصلا وإن كل اللي بيحصل ده كذب في كذب. ولما تقول لها بقى أنت جبتي الكلام ده منين، فبتطلع هاربر اللابتوب بتاعها وبتوريها الصور اللي فبركتها. ساعتها داني بتنهار وبتطلب منها ما تعرفش حد، ولما تعرض عليها فلوس هاربر بترفض وبتديلها خيارين، يا إلا تكتب مقالة وتفضحها فيها يا إلا تديها فرصة تانية تعرف الناس الحقيقة. وبعدها بتقولها إن قدامها يومين تختار واحد منهم
هاربر بعد ما تمشي داني بتقعد تفكر في حل للمشكلة دي، وبعدها بتقرر تكلم روال وبتبقى عايزة تقولها لكنها مش بتقدر، فبتقرر تعمل بوست وتعترف فيه بقى ان هي اضطرت تعمل كده علشان تلفت انتباه كول. هي بعد ما خلصت كتابة البوست بتنشره، وبعدها روال بتروح لها المكتب وبتفضل تلومها على اللي هي عملته، وبتقولها ان كل الناس دلوقتي بقوا يهاجموها اكتر وشايفينها دلوقتي كدابة زيها بالظبط. وبتحاول داني تعتذر لها لكن روال ما بتكونش حابة تسمع منها اي حاجة. بعدها بنشوف المديرة بتدخل عليها وبتطردها بره الشركة. بعد كده بترجع بيتها وهي حزينة ومحبطة بعد ما شافت كمية الهجوم دي، ولما تروح لبيتها لها والدتها كمان بتفضل تلومها على اللي هي عملته، لكن لما والدتها بتخرج بيجي والدها وبيحضنها لأنه حاسس بيها علشان يهون عليها شوية. بعدها بنشوف إن داني بتمسح كل حساباتها من على السوشيال ميديا، وبعدها فترة بتحضر جلسات للدعم النفسي علشان تتكلم عن حالتها. بعدها عزيزي بنشوف إن داني في حفلة شعر عاملاها روال، وبتقول إن القصيدة دي مختلفة عن اللي هي كانت ناوية تقولها وإنها قاسية شوية بس هي لازم تحكيها. وبتبدأ القصيدة بعتبها لداني على تمثيلها عليها، وبتقول بقى إن هي ما حستش بالذنب وقت ما كانت بتستغل حادثة مات فيها ناس كتير، وهي عملت كل ده علشان تبقى مشهورة. وبتقول بقى إن أرخص فئة من الناس هي اللي بتستغل مشاكلهم علشان الشهرة والفلوس، أو إنها تستغل أزمة معينة علشان المصالح الشخصية. وبترجع تقول إن الشخص المشهور ده ربنا أنعم عليه بميزة وهو لازم يستخدمها في الخير، يعني مش يستغل مشاكل الناس ويلعب بمشاعرهم علشان يطلع ترند. وساعتها عزيزي بنشوف دانا وهي قاعدة بتعيط وشكلها فعلا ندمانة. ولحد هنا عزيزي بيكون خلص الفيلم. لو عجبك ما تنساش ترزع لك المتين وتقولي في الكومنتات عايز فيلم ايه المرة الجاية.